السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده صينية المطاعم بالشكل ده. هنعمل الحمام المحشي والرقاق وحشوة اللحمة المفرومة، وهنعمل مع بعض كفتة الحاتي، وهنعمل مع بعض الرز ونرش عليه مكسرات بالشكل ده، وهنقدم جنبها الملوخية زي ما احنا شايفين كده. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ نشوف عملناها ازاي كده. عشان نعمل الحمام، اول حاجه جبنا الحمام نضفناه من اي حاجه كانت زياده فيه او اي حاجه بتخلي ليه ريحه زفره، ونضفناه من قلبه من جوه. وخلينا الجلد كده زي ما احنا شايفين، بتخليه بصبعك بالراحه عشان جلده الحمام بتبقى رقيقه وهتقوم مقطوعه معاكي. ولو اتقطعت كده الحمام مش هتعرفي تحشيها معاكي، الحشوه هتطلع منها. وخليناها خالص ده وانا بغسلها تحت الميه عشان بتبقى معاكي سهله ان انت تعرفي تخليها كده زي ما احنا شايفين. وغسلتها بدقيق وشطفتها من دي ونقعتها في ليمون وملح وخل نص ساعه عشان اي ريحه زفره فيه. حمام انا بحب اعمل له تتبيله، ما بحشوش كده على طول. معانا هنا بصلايه كبيره مفرومه ناعم كده زي ما ميه فرمنها ممكن، ومعانا ملح وفلفل، وهنمرطهم كده كلهم مع بعض كويس. هنيجي على الحمام نتبلها من بره كده ومن تحت الجلد ومن قلبها، وندعك حلو التتبيله كلها في قلبها كده ومن تحت الجلد زي ما احنا شايفين عليها من بره. بس اهم حاجه وانت تحطي التتبيله بالراحه عشان الجلده ما تقطعش معاكي، عشان تبقى الحماميه متطعمه معاكي ومتبله، ما تبقاش محشيه بس. وطعم الحماميه شاربه من طعم التتبيله وبتفرق في طعم الحمام. زي ما احنا شايفين تبلنا الحمام كله بنفس الشكل، احنا شايفين كده بقى جاهز، ونحطه في التلاجة لحد ما نخلص الحشو. ودلوقتي هنعمل الحشوه. معانا هنا حله على النار حطينا فيها معلقه من السمنه البلدي، بسم الله، ونزلنا فيها ببصلايه كبيره عينها صغير كده زي ما احنا شايفين، ونسيبها على النار كده لحد ما تدبل. لما البصله دبلت وخدت معانا اللون الذهبي الخفيف كده، هننزل بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. بسم الله. القوانص انا غسلاها كويس وبقوم حاطه عليها نص كوبايه ميه وعصره فيها ليمون عشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. والبهارات معانا معلقه من الفلفل الاسمر، ربع معلقه من القرفه، ربع معلقه من حبهان البودره، رشه من جوز الطيب. لو مش موجود الحبهان البودره حط الحبهان الحار. معانا ورقتين من اللوري. البهارات مع البصل مع الكبد والقوانص، كوبايتين من الرز المصري غسلينهم، معلقه واحده من دبس الرمان. لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش. شوح الرز كويس. معايا اضافه انا بحب اضيفها، انت لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش. معايا حوالي معلقتين من الزبيب نقعتهم وصفيتهم من ميتهم. ما تحبش التسكيره، مش هيبقى الزبيب مسكر يعني، ما تخافيش الحشوه مش هتبقى معاكي سكر. وهنضيف الملح، طبعا احنا ما حطيناش ملح خالص. نقلب كل الحشوه مع بعضها. ممكن برضو الحشوه دي تحشي بها الفراخ. كوبايتين من الرز، هنضيف كوبايه واحده من الميه، يعني هو الرز بياخد كوبايتين، يعني هو لو انت هتسوي الرز سوا مظبوط هتحطي له كوبايتين. النار وسط عشان ما يتحرقش معاكي، لان انت حاطه كوبايه ميه واحده. شايفين واحنا بنقلب خلاص الرز اتشرب الميه. هنسيبه بس كمان دقيقتين على النار كده واحنا مخلين النار وسط. لو انت ما بتحبيش طعم القوانص في الحشوه هتستغني عن القوانص خالص، ونفس الخطوات برضو هتشتغليها. بعد ما الرز اتشرب الميه كده خلاص هنطفي عنه وهنفضيه في حاجه ونسيبه يبرد خالص. ما ينفعش نحشي بيه الحمام وهو سخن. سيبنا الحشوه بردت معانا خالص، وهنا معانا الحمام اللي كنا متبلينه وحاطينه في التلاجة. ودلوقتي هنحشي الحمام زي ما احنا نحشي بطنه الاول. الرز واخد معانا نص سوا، فلازم نحسب ان لسه الرز هيكمل سوا زي ما احنا شايفين كده، مش مليانها للاخر. وهنيجي هنا تحت الجلد اللي احنا خاليين تحته زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. واحنا في الوقت ده ولعت على الميه تسخن اللي هسلق فيها الحمام. ما احنا شايفين كده، تحشي من هنا او هتحشي من هنا او تحشي من الرقبه عادي ما احنا شايفين كده. ونوزع الرز كله تحت الجلد كده برضو، ما نكبسهاش خالص عشان جلد الحمامه ما يتفجرش معانا ما تنزل في الميه. هنقفل الحمامه، هنيجي برجل الحمامه كده، هنيجي نقفلها هنا كده، هنيجي الرجل التانية ونعديها من تحتها بالشكل ده كده، ونقفل أجنحة الحمامة كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، نحطها تحتها. وهنيجي هنا نحشي رقبة الحمام.
حشينا الحمامه بالشكل ده وحشينا الرقبه كده، بس طبعا ما ملناش الرقبه للاخر ومش هنربطها ولا اي حاجه. هي اول ما بتنزل في الميه الجلده بتلم فبتقوم قافله على الرز زي الممبار كده، اما بتحطيه بيقوم قافل. بس لو انت مكتره الرز الحمامه هتفرقع. وهنا معانا الحمامه التانية هنحشي بنفس الطريقه برضو. طبعا انت لو حابه تقدمي تحت رز من الخلطه اللي انت عاملاه هتزودي الرز شويه، وهتقومي شايله الرز اللي هتحشي بيه وترجعي تزودي الرز التاني ميه وتسيبيه يكمل سوا عادي خالص. رجل الحمامه كده بالشكل ده والرجل التانية بنفس الشكل كده، بنفس الشكل ده كده. نقفل الاجنحه عشان نعرف بس نحشي الرقبه. وانت لو عاوزه تحشي الرقبه من تحت الجلده من هنا تحشيها، هنحشيها مع بعض كده. تقومي حاشيه وزقه كده بيطلع عند الرقبه من هنا. لو انت عاوزه تحشيها من الجهه دي كده تحشي وترجعي تزقي يطلع للرقبه بره. انا بالشكل ده. وهنخلص حشو بقيه الحمام ونرجع مع بعض ان شاء الله. وبكده زي ما احنا شايفين خلصنا حشو الحمام كده. ومعانا هنا ميه سلق الحمام هنحط فيها بصلايه وطماطمايه وجزرايه، نحط ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر، هننزل بالحمام. وطبعا الشوربه لسه ما غلتش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي خطوه تخلي الحمام معاكي ما يفرقعش، ان انت ما تحطيش الحمام ان انت تحطي الحمام والشوربه بتغلي، خلي الحمام يفرقع معاكي. بسم الله. وهنحط ملح الشوربه، هنغطي بالشكل ده، مش هنغطي خالص عشان لو غطينا وحراره الغليان وانت قافله الغطا هيخلي الحمام معاكي يفرقع. فاحنا هنخليها مواربه كده. وياخد معانا من 25 دقيقه، وبياخد معاكي من 25 دقيقه ل 30 دقيقه على حسب الحمام عندك. لما الحمام استوى معانا خد معانا بالظبط 35 دقيقه وطلعناه وهنسيبه يبرد خالص ونرجع نحمره مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي هنعمل كفته الحاتي. معانا 750 جرام من اللحمه وعليهم 200 جرام من الدهن. ومعانا هنا بصله وسط كده فرمينها في الكبه وبنصفي ميتها كده. بعد ما صفيناها من الميه خالص هنحطها على اللحمه. ومعانا هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ونص معلقه من بهارات الكفته والملح. ولو مش موجود بهارات الكفته تحط رشه من جوز الطيب. هي ديت بس بهارات كفته الحاتي، تبقى بنسب قليله خالص زي ما احنا شايفين كده. في الوقت ده يا اما تعجنيها بايدك جامد يا اما في الكبه. احنا هنشتغل الاول كده دور في الكبه، نحطها كده على مرتين او 3 نفرمها فرم ناعم خالص في الكبه. اهم حاجه ان انت تفرميها تنعمها وتفرميها لحد ما تعمل معاكي خيوط كده، ودي اللي هنشوفه دلوقتي. واحنا بنفرم اللحمه كده معانا عود من البقدونس الورق بس محيشين العيدان، حطيناه في اخر فرمه كده. عاوزه افرمه قوي عشان ما يسودش معانا الخبز كده. زي ما احنا شايفين بعد ما فرمناها في الكبه هنرجع برضو نعجنها كده بايدينا شويه عشان احنا عاوزينها تعمل خيوط خالص. شايفين الشكل ده ان هي عامله خيوط كده. هنعجن برضو فيها 5 دقايق كده على ايدينا. وزي ما قلنا احنا محطناش غير الملح والفلفل الاسمر ونص معلقه من بهارات الكفته. ولو مش موجود بهارات الكفته تبقى رشه من جوز الطيب وعود من البقدونس. نعجن فيها 5 دقايق. بعد ما عجناها حوالي 5 دقايق كده هنحطها في التلاجة تشمع من نص ساعه لساعه. اهم حاجه ان انت بعد ما تخلصي تحطها في التلاجة، ما ينفعش على طول تشكليها لانها بتبقى سخنه من الفرن ومن عجن ايدك فيها كده بتبقى سخنه. فانت هتحطها في التلاجة تشمع. ونرجع مع بعض ان شاء الله وهنرجع مع بعض ان شاء الله نشوفها. وهنحطها في التلاجة نص ساعه كده زي ما احنا شايفين عجناها نص ساعه. وكده زي ما احنا شايفين قعدنا نعجن فيها 5 دقايق. وكده زي ما احنا شايفين قعدنا نعجن فيها 5 دقايق لحد ما بقت معانا بالشكل ده. هنحطها في التلاجة من نص ساعه لساعه. ما ينفعش على طول تشكلها وهي كده، دلوقتي بتبقى سخنه من عجن ايدك ومن الكبه. احنا شايفينها. هنحطها في التلاجة لحد ما نعمل الرقاق ونرجع نشكلها هي ان شاء الله. دلوقتي هنجهز حشوه الرقاق. معانا معلقه من السمنه البلدي. بسم الله. وهننزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه نشوحها كده الاول من غير البصل، وهنسيب النار عاليه عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. شوحناها كده. هننزل معانا هنا بصلتين فرمينهم فرم ناعم كده. انا هنا كده قرن فلفل اخضر مقطعينه صغير، حبه فلفل ما تضيفيش، ممكن تستكفي باللحمه والبصل وتحط لهم البهارات. وهننزل بطماطمايه صغيره مبشوره. ودلوقتي هنضيف البهارات. معانا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من البابريكا، وربع معلقه من حبهان البودره، ورق لورا، صوت الملح،
وهنقلب العصاج كله مع البهارات. هنغطي على العصاج 5 دقايق لحد ما يكمل سوا. زي ما احنا شايفين خلاص العصاج استوى وبقى كده جاهز معانا. هنطفي عنه. ودلوقتي نقفل صينيه الرقاق. معانا الرقاق اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. معانا هنا الصينيه اللي هنشتغل فيها وماسحينها مسحه من السمنه كده. زي معانا هنا سمنه التوريق حوالي نص كوبايه. هنحط عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تساعد معاكي على توريق الرقاق. زي ما احنا شايفين كده هنقلبها في السمنه. معانا هنا الخليط اللي هنسقي فيه الرقاق. معانا هنا 3 كوبايات من الشوربه، شوربه الفته اللي احنا كنا عاملينها بقالنا يومين، كنا حاطين فيها ماسوره عشان تطعم معانا الشوربه، فسيبنا منها 3 كوبايات للرقاق، وحاطين فيها كوبايه من الحليب. بسم الله. وهننزل بالرقاق. وطبعا الشوربه غاليينها وهنسقي في الرقاق. اهم حاجه نسقيه كله كده كويس واحنا شغالين. لو الشوربه بردت معانا هنسخنها. وعشان الصينيه جت كبيره شويه هنجيب رقاقه ونقطعها نصين. احنا شايفين كده عشان نقفل الصينيه مظبوط كده. بعد ما حطينا اول طبقه من الرقاق هنمسحها من خليط التوريق اللي هنعمل الطبقه الثانيه بنفس الشكل. نحط الرقاق ونساوي الصينيه. وعدد الطبقات اللي انت حباه، تعملي 4 تعملي 5 اللي انت حباه. هنعمل 4 تحت و4 فوق. وهنخلص اول 4 طبقات ونرجع نشوف كده. زي ما احنا شايفين خلصنا 4 طبقات بنفس الشكل. هنحط الحشوه. بسم الله. زي ما احنا شايفين هنوزع الحشوه في كل الصينيه كده وهنضغط عشان الحشوه تثبت معانا وما تطلعش معانا من قلب الرقاق واحنا بنقطعها. وزعنا الحشوه بنفس الشكل كده. وهنحط ال4 طبقات التانيين على خليط تسقيه الرقاق برد حطيناه على النار. فهنروح جنبه ونسقي الرقاق ونغطي بقيه الطبقات ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين خلصنا ال4 طبقات من الرقاق برضو ودهناهم من خليط التوريق. وهنقطعها دلوقتي. بسم الله. هنقطعها قبل ما نسقيها كده. زي ما احنا شايفين قطعناها بالطول ونرجع نقطعها بالعرض. بعد ما خلصنا تقطيعها معانا كوبايه من خليط التسقيه اللي هي الشوربه على الحليب. واحنا كنا حاطين على الشوربه والحليب في الاول رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح، بس نسيت اقول عليه. بسم الله. ودلوقتي هنسقيها كده. بس اهم حاجه ان انت تسقي في الحروف زي ما احنا شايفين كده. هنعمل كوبايه الخليط الحليب على الشوربه. معانا هنا معلقتين من القشطه ندهن بيها وش الرقاق كده زي ما احنا شايفين. ولو مش موجود هتستغنى عنها، بس طالما موجود هندهن وشها معلقتين من القشطه كده. هي دي قشطه من وش الحليب عادي. زي ما احنا شايفين صينيه الرقاق بقت جاهزه معانا. هنسيبها ربع ساعه وهنولع الفرن يسخن وهندخلها بعد ربع ساعه. هنسيبها ربع ساعه تشرب الخليط التسقيه. بعد ما سيبنا الكفته في التلاجة نص ساعه، ولو عندك وقت اطول تسيبها وقت اطول عشان تسمج معاكي. دلوقتي انا عندي السيخ ده، او لو عندك عصيان شيش هتشتغل عليه. هتاخدي القطعه كده وتحطها السيخ. بسم الله. كده بعد ما عملناها السيخ بالشكل ده هنشيلها من عليه ونحطها في الصينيه. لو عندك شوايه تشوي على الشوايه زي ما احنا شايفين. بناخد القطعه ونفردها على السيخ بنفس الشكل ده كده زي ما احنا شايفين. وهنشيلها من على السيخ. هنشيل معاكي بكل سهوله ونحطها في الصينيه. نكمل كل الكميه بنفس الشكل ونرجع مع بعض ان شاء الله. بعد ما خلصنا تشكيل الكفته هندخلها على فرن سخن على درجه حراره 200. هتقعد معانا حوالي نص ساعه وهنشوفها برده اما تستوي هنطلعها. وهنعمل لها فحمايه بعد ما تستوي نحطها فيها. ودلوقتي هنعمل مع بعض الرز. حاطين هنا معلقتين من الزيت وعليهم معلقه من السمنه، وهننزل عليهم ببصلايه صغيره كده. هنديها تشويحه كده. واهم حاجه ان انت تحطي معلقتين زيت عشان يخلي الرز مفلفل معاكي. بهارات الحصى 2 لومي، ورق لورا 4 من القرنفل و4 من الحبهان. ولو في قرفه هتحطي عيد قرفه. وهنحمصهم كده الاول. ننزل بالبهارات البودره رشه من القرفه. ولو في عندك قرفه خشب هتستغنى عن القرفه البودره لو انت ما بتحبهاش.
نص معلقه من الكاري ونص معلقه من الكركم، ومعانا معلقه كبيره من بهارات الرز البسمتي. نروحهم كلهم كده مع بعض. دلوقتي هننزل بالرز وهنقلب الرز كده مع البهارات. ضيف الملح، ضيف الميه للرز. بسم الله. احنا كان معانا 4 كوبايات من الرز، بتحط لهم من 7 ل 8 كوبايات. الرز البسمتي بياخد من كوبايه ونص لكوبايتين ميه على حسب نوع الرز عندك، واغطي لحد ما يتشرب. هرجع اهدي عليه واسيبه يكمل سوا. ودلوقتي هنحمر الحمام. معانا نص كوبايه من الزيت، وهنحط عليها معلقتين من السمنه. وهنا الخليط اللي هنعمله عشان نحمر بيه الحمام. معانا هنا كوبايه من الحليب، حاطين لها رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح، ومعانا معلقه من القشطه. هتخلي معاكي لون الحمام زي الحمام اللي بتشوفيه في المطاعم. كده هننزل الحمامه في قلب الحليب بالقشطه زي ما احنا شايفين كده. هنطلعها نحطها في قلب الزيت. في نفس الخطوه نحط الحمام بالحليب بالقشطه وننزله في قلب الزيت بمعلقتين. وانت لو مش حابه تقليه في الزيت على البوتاجاز، هتعملي نفس الخطوه ان انت تمسحيه حليب بقشطه وتمسحيه مسحه من السمنه وتحطيه في الصينيه في الفرن. شايفين ما شاء الله اول واحده قلبناها واخده كلها اللون الذهبي الجميل ازاي. ده من الحليب بالقشطه. ونخلص تحمير بقيه الحمام ونرجع نشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين ما شاء الله، بعد ما خلصنا حمرنا الحمام والكفته استوت معانا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله وما فكتش معانا زي ما احنا شايفين كده. اللي احنا عاملينه مع بعض وحطينا على وشه مكسرات كده، وعملنا ملوخيه وقدمناها معاها بشوربه الحمام زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.